يا ترى هو اللي بيشوف الحياة حلوة بعد ضحكة حلوة أو لمعة عين أو ريحة القهوة الجميلة أو الهوا بتاع الصبح أو حضن أمه، ده فاهم الدنيا كويس ولا هو مش فاهم حاجة، ولا هو شايف حاجة إحنا مش شايفينها؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. هو إحنا ليه ما بقيناش شايفين التفاصيل؟ ولو شايفين التفاصيل إحنا ليه مش شايفين إن الحياة حلوة؟ ليه مش عارفين نستمتع بالحاجات البسيطة؟ ليه أهالينا زمان بالرغم من إنه ما كانش فيه سمارت فون ولا تلفزيون ولا حاجة يوصلوا بيها كانوا دايماً شايفين الحياة حلوة؟ كانوا بيشوفوها في أكلة حلوة وقعدة جميلة ولمة حلوة. إحنا بقى بالرغم من كل الحاجات الحلوة دي مش عارفين نحب حياتنا ولا نحب نفسنا ولا عارفين نحب الناس اللي حوالينا. تفتكر ليه؟ أول حاجة بص حواليك، الناس بقت ماشية بسرعة في الدنيا، بيسابقوا بعض على حاجات هم مش فاهمينها. الناس بتنزل وتفرض نفسها إنه لازم يبقى فيه تمرين ولازم أبقى أونر وأنا عندي 20 سنة ولازم يبقى معايا سمارت فون شكله كذا. الناس حاطة لنفسها معايير قوية وكبيرة عليها، وكل ما المعايير يوصلوا لها بيفكروا في الأكبر، بيفكروا في الأنجح. أنت لازم تبقى أنجح واحد في الدنيا، ولازم عشان يبقى شكل جسمك حلو لازم تعمل 6 باكس. انت فارض على نفسك معايير مش موجودة أصلاً ومحدش فرضها عليك، انت اللي بتشيل نفسك أكبر منها. بقينا شايفين النجاح إنك لازم تركب عربية ضخمة ولازم يبقى عندك فيلا، ما ينفعش تبقى قاعد في شقة عادي كده، لازم تكون في كومباوند، ولازم تكون انت أنجح واحد في الدنيا، ولازم تبقى أنجح واحد في صحابك، ولازم تبقى أنجح واحد على السوشيال ميديا، ولازم يبقى عندك 1,000,000 فولور، ما ينفعش يبقوا 1000، وما ينفعش تبقى فلانة أحلى مني، أنا أروح أعمل عملية تجميل أبقى أحسن منها، ولازم يبقى الجمال مثالي، ولازم أبقى أشيك واحدة، ولازم أبقى أحلى واحدة. إحنا بقينا حاطين لنفسنا معايير كتير، ما بقيناش بنفكر إنه طب ما إحنا عايزين ننبسط، طب ما إحنا عايزين ننزل نشم هوا، طب ما إحنا عايزين ننزل نقعد في هدوء، طب نسمع صوت العصافير الصبح، طب ننزل نشم هوا نظيف. إحنا ما بقيناش نفكر في كده، بقينا بنفكر في حاجات أعلى مننا، فبقينا ضاغطين نفسنا طول الوقت، فطبيعي نبقى مضغوطين. إحنا باصين لعيشة الناس اللي حوالينا، مش بنبص لنفسنا، مش بنبص إيه هيخلينا مبسوطين. إحنا بنفكر هم ليه مبسوطين، فنفضل نعمل كل اللي هم بيعملوه من غير وعي، من غير ما نعرف إحنا إيه اللي بسطنا. إحنا بقينا بنعمل كل حاجة من غير وعي، ما بنفكرش في التفاصيل، ما بنفكرش إحنا ليه زمان كنا مبسوطين. إحنا كنا زمان بننبسط لما نلعب كوتشينة، دلوقتي عندنا فيديو جيم ما بنجيش جنبه، إحنا ما بنفكرش نلمسه، ما بنفكرش نلعب بيه. إحنا بقينا نسخة مش حابينها، فطبيعي ما نحبش الحياة كلها حوالينا. عشان تحاول ترجع إحساسك ده حاول تحس انت التفاصيل الأول. يعني ما تاكلش وانت بتتفرج على التلفزيون، ما تكلمش أهلك وانت قاعد بتلعب على الموبايل. لازم تفكر تركز في كل حاجة حلوة حواليك. أنا هقعد مع أهلي يبقى هقعد مع أهلي، أنا هاكل يبقى مش هتفرج على التلفزيون. طب أنا هتفرج على التلفزيون، أنا مش هعمل حاجة تانية. طب أنا هقعد مع أولادي، هقعد مع أولادي. طب هقعد مع حد بحبه، هقعد مع حد بحبه. هتمشى في الشارع، لازم أخد بالي من العواميد ومن شكل الشارع ومن شكل الحياة ومن التفاصيل. ما بقاش مشغول بحاجة تانية، ما بقاش في الشغل ودماغي في اللي في البيت، ولا العكس. لازم أركز في كل حاجة بعملها كأنها آخر حاجة بعملها، وأحاول أحقق فيها أحسن ما عندي، وأحب كل تفصيلة في كل حاجة بعملها. هنا هتبدأ تتطور، ومشاعرك اللي جوه تبدأ ترجع تاني، بس واحدة واحدة. حاول لما تقعد مع حد بيتكلم معاك لازم تسمعه، مش بس بودنك، لازم تفهم مشاعره. يعني بص في عينه وهو بيتكلم واسمع نبرة صوته. أحيانا حد يقولك هو أنا تمام الحمد لله، بس هو مش تمام. لو هو غالي عليك فعلا لازم تقعد تسمعه بقلبك وبمشاعرك. يعني اقعد اسمعه كويس وشوفه هو بيقول ايه، واسمع نبرة صوته دي. هل هو بيتكلم معاك وهو حزين فعلا؟ دي من الحاجات اللي هتخليك تقرب للناس اللي حواليك وتحسسهم كمان إن هم كمان يحبوا التفاصيل اللي حواليهم. هنا هنبدأ نسمع بعض ونحس ببعض من تاني. وحاول تبني ذكريات لنفسك، يعني
تقعد مع أمك أكتر، وتقعد مع أهلك أكتر، وتقعد مع ولادك أكتر، وتقعد مع صحابك أكتر، لأنك لما تكبر مش هتفتكر الفلوس اللي انت لميتها، هتفتكر الحاجات الحلوة اللي حصلت لك في حياتك، الأماكن الحلوة اللي انت زرتها وكنت مبسوط، صحابك اللي قعدت معاهم ولمتك الحلوة، هتفتكر حضن أمك وهتفتكر حضن أبوك وهتفتكر الحاجات الحلوة حواليك. هي دي الحاجات اللي انت هتبقى جمعتها فعلا. ما تروحش مكان ويبقى كل هدفك تتصور، لا، سيب الموبايل من ايدك وحب اللحظة اللي انت فيها. بدل ما تصورها وتوثقها على الموبايل وتتفرج عليها وانت ما حسيتش باللي حواليك، حاول توثق ده في مشاعرك، تحب الفرح اللي انت رحته، وتحب المناسبة اللي كنت فيها، وتحب أهلك اللي كنت متجمع وسطهم. حاول تحب التفاصيل الصغيرة اللي حواليك وتدور على الحاجات الحلوة اللي جواها. خلي بالك من الحيل النفسية اللي هي المفروض تعملها، إنك أصلاً تقعد تبص على الحاجات حواليك وتقعد تحب التفاصيل اللي حواليك، وده بيشتت دماغك عن أي أفكار سيئة. يعني دي حيلة نفسية علمية وعملية، بس إحنا ما كناش فاهمين ده. بس أصلاً الدراسات أثبتت إنه دي حاجة من أنواع التفكير الناجح، إنك تبص على الحاجات الحلوة اللي حواليك فيبدأ دماغك يتلهي عنك، يتلهي عن المشكلة اللي كانت شغلاك، يتلهي عن الحاجة اللي كانت مضايقاك. هنا انت بتعود دماغك انه يبص على الحاجات الحلوة ويبدأ يتشتت عن الحاجات اللي مضايقاك والأفكار الوحشة، وده بيخليك مركز كمان في تفاصيل الناس اللي حواليك. يعني هتفتكر أعياد ميلادهم وتفتكر مناسباتهم وتفتكر ازاي تفرحهم، وهتعرف هم ايه بيفرحهم، ما انت اوريدي ركزت معاهم. وكل ما هتبدأ تقدم للناس اللي حواليك دعم وحب، هم كمان هيقدموا لك دعم وحب وحضن ومشاعر حلوة وكلام حلو. صدقني ده هيخليك ترجع لنفسك تاني، وتركيزك في اللي حواليك، في الحاجات الحلوة اللي حواليك، هيخليك يرجع عندك إحساس الرضا تاني، هيخليك شاذ، هيخليك سعيد وراضي، لأنك عارف إيه الحاجات الحلوة اللي حواليك. عارف إن أنا عندي مشاكل بس كان من حواليا أهلي، كان عندي مشاكل بس أنا عندي صحة، كان عندي مشاكل بس أنا كنت مرتاح وربنا كان راضي عني. كل الحاجات دي هترجعك تاني أفضل. شعور الرضا ده هيتبني عندك وهيكبر وهيعلى وهيخلي نفسيتك حلوة. مثال بسيط يعني كده، لو انت ماشي كل يوم الصبح بزحمة وقرف وحاجة يعني صعبة، استغفر الله العظيم يا رب، وتيجي في مرة تلاقي واحدة ست كبيرة ماشية بتبيع مناديل، هتلاقي نفسك بتحمد ربنا على إنك رايح الشغل، في وسط زحمة بس انت عندك شغل وممتن لوجوده. ده هيخليك تحس بنعمة حواليك، وده يخليك تركز في التفاصيل الحلوة اللي حواليك. وافتكر كده، انت زمان كنت بتسمع صوت الراديو ومامتك مشغلاه وصوت كوباية الشاي الصبح اللي هي بتعملها، هتلاقي نفسك النهاردة لما تعيش لوحدك مشتاق قوي تسمع الصوت ده تاني. 3 حاجات هيساعدوك بقى ترجع إحساسك تاني، إنك كل يوم الصبح تختار حاجة من الطبيعة حواليك تحسها، زي الهواء، الشمس، صوت العصافير. وكمان كل يوم لازم تكتب 3 حاجات انت ممتن إن هي حصلت لك النهاردة وتحبها وتحب تفاصيلها. وكمان تسيب الموبايل من ايدك ساعة في اليوم. تنسيش تعملي لايك واشتراك وشير وكتير. وبس، باي باي.